وسكان مدينة تندوف ما زالوا يعانون من العطش، ويقول لك نحن ناصر الشعوب. ناصر شعبك هو الأول، ناصر شعبك هو الأول، وفر لي الحياة الكريمة هي الأولى، عاد ناصر الشعوب الأخرى. راه الدين تيقول الصدقة في الأقربين أولى، في الأقربين. فما أدراك بالأوضاع في تنزواطين. هاد الناس هادو عندهم مشكلة في الكهرباء. منطقة تنزواطين دخلوا ليها شوفوها، الناس ما عندها حتى الضوء، وهذه صحراء جزائرية ولم تستفيد من الدعم الجزائري كما يستفيد ما يسمى بتنظيم بوليزاريو أو الدولة الصحراوية في تندوف، لأن هؤلاء الأشخاص يتواجدون في تندوف، والذي يصرف عليهم ويتحدث عنهم ويقطع العلاقات من أجلهم ويدمر اقتصاد الدولة الجزائرية من أجلهم هي الدولة الجزائرية. بمعنى أن هذا الملف ملف جزائري وقضيته تهم الشعب الجزائري، بمعنى أموال التي تصرف على هذا النظام وعلى هذه الميليشيات تهم الجزائري الحر، لأن أمواله تصرف على قضية لا ناقة ولا جمل له فيها، بدعوى مناصرة الشعوب. إن كنتم فعلا تناصرون الشعوب فعلى الأقل اعطوا للمقاومة الفلسطينية نفس السلاح الذي تعطونه لتنظيم البوليزاري. تحية طيب. ربي يحفظك. نشوفوا هذا الأخ سميد هذا اللي يطلع معنا هذا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تسمعوني؟ ايه الصوت تاعك راهو تسمعوني؟ تفضل احكي. السلام عليكم. السلام عليكم. انا خويا قلت مروان مروان اعتقد ان كاين سينيال. خي مروان كان كاين سينيال، الصوت كيتعاود. طيح القيس وعاود القيس في الفيداسيون. طيح داكور. تسمعني خويا مروان. ها نو اصبر. قتلونا بس ومن بعد نخليك اخ اكسيل. شوف يا علي لابوانت، شوف انت حكيت على ذاك الشعب اللي راهو مسكين في الميزيريه في القياطن فم هذوك بعد اوموا لازم تكون يعني انسان. شوف المؤمن لازم يكون كيس فاطن، ما تكونش يعني غي تابع. شوف انا يعني لوجيكمو كان جيت في بلاصتك والله ما نقعد ثم. علاه نقعد ثم؟ شو هذا راهو يصورنا هنا وانا نقعد في القيطون تاكل فيا الشمس. وهذوك الشعارات نسوهم. الشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع. الشعارات تلقى راسك ضارب 50 60 سنه غير لا مت. الناس شافت وعاشت، انت ما شفت حد شي، باقي تما الزور، والناس راهي الدول راهي تتقدم وانت باقي ثم ويكذبوا عليكم. الكبرانات كان عطاوناك شي حاجه يعطوها لنا احنا بعد الشعب تاعهم اللي راهم يكتلوا فينا. تفضل اكسي من بعد الرأي المغربي. أول شيء نقول عليه لابوانت، هذا الشخص إلا راهو الجزائري يمثل نفسه. حاجة الأولى هو قال أنا نمثل نفسي، وما يمثل الشعب الجزائري وما يمثلني أنا. هو ترجمه الدولة الجزائرية عن طريق الدعم، يعني أنا تمثلني الدولة الجزائرية تاعي وهذا رأيه الشخصي فقط ليس هذا الشيء. ثانيا الشخص قال لك علاش ما ديروش مظاهرات تاع فلسطين في الجزائر؟ يا أخي التضامن مع فلسطين مارك ديبوزي ألجيريا، يعني العالم كامل على باله باللي بلا ما نديروا مظاهرات الشعب الجزائري راهو مع فلسطين. واي كما نقولوا اي فرصه تسمح للرئيس والقيادات تاع الجزائر في المحافل الدوليه ولا اي فرصه يتكلموا على التضامن مع فلسطين، وهذا اسرع واسهل طريقه لايصال الفكره، يعني عن طريق القياده وعن طريق احسن من المظاهرات. يعني ثالث حاجة الشخص قال لك الصحراء ليست مستعمرة والمسلمين لا يستعمروا المسلمين. يا أخي لازم تفهم حاجة، آخر مستعمرة في إفريقيا هي الصحراء الغربية، لأن لازم تفهم باللي هذا الملف راهو في الأمم المتحدة، معناها راهو كاين الملف ما تقبلش هكذا برك من الوهم. يعني 500 ألف شخص صحراوي راحوا الأمم المتحدة قالوا لهم نقدموا لكم ملف وقبلوا لهم، يعني ما جاش من الوهم. يعني هذه مستعمرة وراهي في تصفية الاستعمار. وثالث حاجة قلتها ونعاودها، المغاربة نظام المخزن يكبر في العدو، يقول الجزائر عدو. مصر كانت تدعم الجزائر في الثورة تاعها دعم قوي،
هل كانت فرنسا تقول أن مصر هي صاحبة المشكل؟ ما كانتش تقول مصر صاحبة المشكل. فرنسا استعرفت رغم قوتها بلي العدو هو مجرد الجزائر. يعني ما تقولوش باللي علاه الجزائر تتضامن مع الصحراء، ولا ما تفوتوناش مغالطات وما تكذبوش. كيما عاونونا حنا نعاونوا، وكيما فرنسا استعرفت باللي المشكل مع الجزائر ماشي مع مصر ولا مع السعوديه ولا مع الدول اللي عاونونا. كيما ثاني المخزن المغربي لازم يستعرف باللي المشكل تاعو راه في الامم المتحده مع الصحراء الغربيه ماشي مع الجزائر. وشكرا، الاجوبه سهله على كل حال. داكور ربي على يحفظك. فوالا تفضل اخ الراي المغربي من بعد نروحوا عند يوسف. شكرا جزيلا اخ مروان، على اي تحيه طيبه. انا والله اسمح لي قبل ما ننسى من بعد نعطيك الكلمه. والله يا اخ اكسيل انا جامي سمعت كاش مسؤول مغربي يقول العدو الكلاسيكي، سمعتها ما عندش نقريها يعني باه نكونوا منصفين. يعني تفضل الراي المغربي. على أي تحية طيبة الأخ مروان، وأهلا وسهلا بجميع الإخوة الذين انضموا إلينا. حتى لا نذهب بموضوع اللايف إلى ما يريد الإخوة أن نذهب إليه، هو نقاش حول مغربية الصحراء. أنا أقول لهم أنتم بألسنتكم تقولون أن الملف في الأمم المتحدة، فعلى الأقل أنت كجزائري اهتم بما يهمك. اسمح لي اخ الراي المغربي، اخ اكسيل راح نهبطك من بعد نطلعك غير باه ندور الجيست وعلي لا بوينت من بعد نطلعكم. مرحبا بكم في اي وقت. تفضل اخ الراي المغربي. اوكي، بارك الله فيك. شكرا. ربي يحفظكم. حتى أوضح النقطة، غيطلعوا يديروا ميوت الله يحفظكم باش ما، لأن المقاطعات وتشتيت الأفكار التي بنيناها على مداخلات والمغالطات التي مرر في الإخوان. على أي لا أكسيل، لا إله إلا الله. تفضل مروان. ايه تكلم يا راي المغربي. ما تفضل. يا الله. على أي الإخوان، موضوع اللايف هو لماذا استمر النظام الجزائري في صرف مقدرات الشعب الجزائري على قضية لا ناقة ولا جمل للشعب الجزائري فيها. هذا هو موضوع اللايف. لكن بناء الرد على المغالطات، إن كان الملف في الأمم المتحدة، ماذا الجزائر تضعه أولى الأولوية، سواء في دبلوماسيتها الخارجية، سواء في تعاملاتها الاقتصادية، سواء في منابرها الإعلامية؟ لن تجد دولة في العالم تتحدث عن هذا الموضوع، لا سواء في الرئاسة أو في الوزراء أو في الإعلام، مثل ما يفعل النظام في الجزائر. ادعاء أن هناك شعب صحراوي هذا ادعاء كاذب. أنا أتحداه من يأتوني بورقة من الأمم المتحدة أو بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، قرير لمجلس الأمن، يقول أن هناك شيء اسمه الشعب. الأمم المتحدة تصفهم بسكان إقليم الصحراء الغربية هكذا، لا وجود لكلمة شعب. ثانيا، ادعاء أن جبهة البوليزاريو تمثل الشعب الصحراوي ادعاء مردود عليه، لأنه أغلبية سكان إقليم الصحراء يتواجدون في المغرب، أما الموجودون في مخيمات الاحتجاز بتندوف أقلية وتعدادهم لا يفوق 80,000 إنسان. فإن كان 80,000 إنسان يعتبرون عندكم شعب، فأنا أقول سبحان الذي علمكم منطق السياسة وشرح المفاهيم السياسية كتعبير أو كمفهوم الشعب. النقطة الأخرى، الذي طرح ملف الصحراء في الأمم المتحدة ليس هو كما ادعى الشخص الجزائري، لأنه للأسف الإخوة في الجزائر يناقشون في قضية يجهلون حتى تاريخها ويدعمون قضية جهلا، فللأسف الشديد. الذي طرح ملف، أولا الملف طرح في 1963 كان الاستعمار الإسباني في أراضي الصحراء الغربية، ووضع الملف لتصفية إقليم الصحراء من الاستعمار الإسباني. والملف الآن موجود في اللجنة الرابعة في الشق الأقاليم الغير متمتعة حكم الذاتي، لأنه الأمم المتحدة دورها ليس هو إنهاء الدول، وإنما تصفية النزاعات المسلحة. تدخل الأمم المتحدة في هذا الملف هو من أجل فض النزاعات المسلحة وإجبار الأطراف على الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما أتى به التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة سنة 2022 الذي دعا الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ووائد المستديرة. فإن كانت الجزائر غير معنية بالملف، تدعوها الأمم المتحدة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، والجزائر بأن هذا القرار متحيز وأن هذا القرار كذا وأن كذا وأن كذا، بمعنى
أنه إن كنتم تستشهدون بالأمم المتحدة فامتثلوا أوامر الأمم المتحدة في أن تجلسوا إلى طاولة الحوار لأصحاب الملف، ولأنكم أنتم من يصرف مقدرات الشعب الجزائري على هذا الملف، ولأن وزيركم قطع العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا فقط لأنها عن رأي يدعم المملكة المغربية. فبالتالي كنتم غير معنيين بهذا الملف. لماذا أنتم تقولون كل هذه الخطوات ضد الدول التي تدعم المغرب؟ لماذا العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا فقط لأن دعمت المغرب؟ لماذا هاجمتم كوت ديفوار لأن في الأقاليم الجنوبية؟ لماذا اتخذتم مواقف من الأخرى التي يعني عبرت عن دعمها لمقترح المغرب؟ إذا أنتم أصحاب الملف وأنتم أصحاب أما ما يسمى بتنظيم البوليزاريو مجرد أداة لا نش ولا تهش كما نقول نحن. اما الصحراوي هذا ويعرف عني انا ولد الصحراء، ولا مناسب راني ولد الصحراء باش ما يفهموا هذو الناس عني انا ماني فاهم ماني داير القضيه. ملي يقول لك هذا عنه المغرب حرب ثروات اقليم الصحراء، هذا راك تشهد على أن المغرب لا يقوم باستثمار الصحراء وإنما يستثمرها في الأقاليم الجنوبية. والصور تعريف. أنا أتمنى أن أرى الجنوب الجزائري سواء تنزوطين أو تامنراس أو غيرها أو تندوف مثل الأقاليم الصحراوية للمغرب. أتمنى من النظام الجزائري أن لا يستمر في استنزاف مقدرات الشعب الجزائري، وأن يبني الصحراء الجزائرية، وأن يوفر الماء والكهرباء، ويمكنكم أن تدخلوا إلى معاناة السكان في الجنوب. فأنا أشيد بالنظام المغربي الذي بنى أقاليم الجنوب من خلال ثروات الصحراء ولم يستنزفها وإنما بنى بها أقاليم الصحراء. وبالمناسبة يترأس هذه الجهة ولديه السلطة التنفيذية في ترسيم المشاريع هو خالي هنا ولد الرشيد، وهذا صحراوي ما يقدر الصحراوي ينزع عنه صحراويته. أبناء الأقاليم الجنوبية أولاد الصحراء هم اللي بناوا الصحراء، وتجي انت وتقول لي راهو المغرب داروا فعل. أغلبية سكان الصحراء متواجدين في الأقاليم، وتجي انت تقول لي عنه جبهة كاينة في الجزائر عندها 80,000 تسميهم لاجئين كذبا وزورا، تسميهم الشعب الصحراوي كذبا وزورا، بالرغم من أن الأمم المتحدة لا تؤكد على أنه وجود هناك شيء اسمه شعب، والأمم المتحدة لا تعتبر البوليزاريو ممثلا للشعب الصحراوي، وحركات الصحراويون قدمت طعنا للأمم المتحدة ضد تنظيم البوليزاريو لأنه لا يتماشى مع سكان الأقاليم الجنوبية. والمفاوضات الأخيرة التي كانت بين تنظيم البوليزاريو حضرها أبناء الأقاليم الجنوبية، رأسهم الخطاط هنجا رئيس جهة الداخل، وحضرها أخ خليه لنا ولد الرشيد الذي يمثل الساقة الحمراء والعيون. بمعنى أنه أسطوانة أن الجبهة تمثل الصحراويين كاذب وزور، لأن المغرب أبناء الصحراء هم اللي فوضوكم، وهم اللي يقولوا الطرح اللي انتم ماشيين فيه في خدمة أجندة الفرنسية غير مقبول بتاتا. الموضوع الآن هو لماذا الجنوب الجزائري ليس مثل الصحراء الغربية المغربية اللي يقولوا عليها أنها محتلة. أما الأخ الجزائري اللي تحدثون وجاب لنا واحد الشعار جديد، التضامن مع فلسطين ماركة جزائرية. حول ولا قوة إلا بالله. وأنت ما تقدر تخرج حتى في مظاهرة في العاصمة عنك تتضامن مع فلسطين، وما تكذبوا وتعدل المظاهرة في العاصمة الجزائرية في دولة الرياض كما تسميها وما كتتطور. يا وعلى من تكذبوا. والجزائر يقدر يتظاهر حتى على مطالبه، فما أدرك أن يتظاهر بالأخرى. وما جاوبتني على السؤال، لماذا الجزائر لا تدعم الباسك؟ ولماذا الجزائر لا تكراد في تأسيس دولتهم؟ ولماذا الجزائر لم حق الشعب الأهوازي المحتل من طرف؟ بالمناسبة دولة الأهواز العربية كانت دولة قائدة وهي مستعمرة من النظام الإيراني، لكن الجزائر لا تستطيع أن تتحدث، تستطيع أن تقدم أي طرح. وأيضا جبهة تيغراي التي تطالب بإفصال أقاليم الشمال عن إثيوبيا، أين الجزائر من هذا؟ وعديد الحركات الانفصالية الجزائر تقول فيها كلمة واحدة ما تقدر تقول. جي أنا تقول لي ندعم الشعوب في تقرير مصيري. الشعب المغربي والشعوب شمال افريقيا الى غايه مصر الجزائريه. شكرا لاش؟ لانه الشعب الجزائري من حق. اما تجي تقول لي انا الصحراوي، مين كانوا الصحراوي محتلين؟ مين كان هذا الشعب الصحراوي ملي كنتوا انتم محتلين؟ علاش ما يدعمكم؟ علاش ما يقاتل معاكم؟ علاش ما يوقف معاكم؟
لتنفيذ أجندة فرنسا اللي قدمها الحركي. النظام الفرنسي مستمر في تقديم سياسة تفريق شمال افريقيا من خلال النظام الحركي الجزائري. تحية طيبة. شكرا اخ الرأي المغربي يوسف. انا تفضل. مروان قسما بالله غير السلام راني عليكم. مصدوم يعني من السلام عليكم راني ورحمة مصدوم يعني من السلام الصور اللي نشوف فيها عليكم. خوتي اسمح باسكو لنا. يعني بعيده كل البعد إيه عن الشيء اللي صح. كنا السلام نشوفه في عليكم القنوات ورحمة تاع الله وبركاته. الزيكو واليتيم. سلام اخي يوسف. قسما بالله صبر راني مصدوم. دقيقة اخي يوسف ربي يحفظك. عاودي كاع والله داك شغل راك فيه ما على بالي وحابين يحرروهم قال لي. تفضل يوسف، تفضل اخي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. دركا والله راكم انا راني حراء من تاع الحراك بصح هكذا دركا الواحد راح يدافع مي معليش. المهم ما نهضروش امور انشائيه، نهضروا امور واقع راه الجزائر كدوله. يا يوسف كذلك تقول على أن النظام تاعنا قومي لأنك حراكي، لم يبني لهم أي ولو وحدات سكنية بدل المخيمات. الذل والعار. من الأولى بتحرير الآخر؟ هل الناس اللي راهي في تندوف لازم تحرر الناس اللي راهي في الداخلة، أم الناس اللي راهي في الداخلة لازم تحرر الناس اللي راهي في تندوف؟ أظن أن الموضوع الحالي واللي راح يساعدنا نحن كذلك كجزائريين هو أنه الأشخاص كالرأي المغربي على سبيل المثال لازم يقوموا بحملات توعية ويحاولوا يشوفوا كيف يحروا خوتهم اللي راهم في تندوف. وانا ما يشرفنيش، وراح نختم بهذه، ما يشرفنيش اني ندافع على قضية او ندافع على حركة يتزعمها شخص ترفع ضده قضايا في إسبانيا. أتكلم على قضايا اغتصاب. وين؟ في الجزائر العاصمة، في السفارة نتاع الجمهورية هذه الوهمية، قام باغتصاب نساء صحراويات، وما هوش بعيد يكون اغتصب كذلك جزائريات. وبما أنه لا حول لهن ولا قوة لا يستطعن طرح قضايا ضد إبراهيم الرخيص. شكرا. ربي يحفظك. عمي محمد ولا الرأي المغربي شكون اللي راهو عند ذلك؟